بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جميع. احنا النهارده في مدينتي هنشرح لكم سريعا إصابة ذبابة الفاكهة. احنا قلنا أي ثمار جميلة بالشكل ده عشان نحميها من ذبابة الفاكهة، وقلنا دي فراشة صغيرة قد الناموسة بتحط البيض بتاعها جوه الثمرة اهو زي كده اهي. خلاص البيض يفقس يبقى دود، تيجي تفتح الثمرة تلاقي الدود اهو زي ما احنا ايه شايفين اهو. خلاص اهو البيضة اللي بتلعب الحلوة الجميلة دي دودة اهي بتتفسح اهي. طيب ايه الحل؟ نعمل ايه في ذبابة الفاكهة؟ قلنا يا جماعة لازم نرش مبيدات حشرية جهازية على الاشجار الجميلة دي، وكل 15 يوم نغير نوعية المادة الفعالة عشان نقدر نسيطر على إصابة ذبابة الفاكهة. ده شيء أساسي. لازم الرش الحشري بمواد جهازية، وقلنا نبطل استخدام مبيدات الملامسة، لأن مبيد الملامسة لازم يلمس الحشرة عشان يأثر عليه. المبيد الجهازي بيدخل بيخترق نسيج النبات، بيعمل سمية كاملة للنبات ضد الحشرات القاردة يعني اللي بتاكل الورق هم ضد الحشرات اللعقة اللي هي بتخربش سطح الورق وبتمص العصارة، وضد الحشرات الصاغ بالمصة. يبقى عشان نسيطر على ذبابة الفاكهة لازم بروتوكول مكافحة بطريقة صحيحة. كل اللي اشتغل بالمبيدات الجاهزية جابت نتائج زي الفل. خلاص نشتغل بمبيدات جاهزية ونغير المادة الفعالة في كل مرة. طيب ايه المشكلة اللي بتحصل عند الجميع احيانا؟ لما بتحصل إصابة زي كده بنروح واخدين الثمرة دي ورميينها تحت الايه؟ تحت الشجرة او بنرميها في اي حتة. دي اصبحت مصدر عدوى للحديقة المنزلية بتاعتك كلها. طب ايه الحل؟ ثمرة اتصابت عندي بالطريقة دي اجمعهم اهو، اجيب كيس بلاستيك احطهم فيه، الكيس اللي بتشيلوا بيه بتخزنوا فيه في التلاجة ده، واربطه وارميه بعيد. يبقى المكافحة لها بروتوكول او لها امور فنيه بسيطه للغايه خالص اقدر اسيطر بيها على ذبابه الفاكهه، سواء على الخوخ او على المشمش او على الجوافه او على الرمان. دي اكتر محاصيل بتصاب بذبابه الفاكهه. الموضوع بسيط، موضوع بسيط للغايه جدا، ونقدر نسيطر عليه بالنواحي او الامور الفنيه اللي شرحناها.